أتدري للمدة دي كم صوت؟ هي اللمدة ليها صوت؟ طبعا أظن لأ. زقزقة للأمور حتى يقول الأمور. مش فاهم. والله أنا نفسي الأمور ينطق ويتكلم بقى. اتكلم. لأ. أنا تعبت، اللمضين اللي معايا مجننني. ممكن تقولولي يا لمضين يعني إيه كلمة سيمفونية؟ مش عارفة أقولها. يعني إيه سيمفونية؟ لأ مش عارف. فين شوية. ايه السيمفونية؟ مش عارفة يعني ايه السيمفونية. ايه السيمفونية دي؟ سيمفونية يعني تليفون مسيفر. بفكر. السيمفونية بنخش بيها حمام. انتوا عندكم سيمفونية؟ ما عنديش السيمفونية. أنا عندي السيمفونية. هي ايه أصلا السيمفونية دي؟ لا طبعا ما عندي السيمفونية. أنا مش عندي سيمفونية. عندي سيمفونية. كدابة يا باشا. عندي ايه؟ عايزين نعرف فين مكان السيمفونية دي. لا ما اعرفش. السيمفونية كانها بالحلة. السيمفونية مكانها هنا. مش عندي السيمفونية عندي البواب. ما تخافش يا مازو بيه، احنا بوابين. المنصرية تحت خالص في البحر. مكان السيمفونية ممكن نلاقيها عند حد بيبيعها، ممكن يكون عم محمد، عم أحمد، عم كذا. السيمفونية في المنتجات. Excuse me, I don't understand you. Can you speak slowly? تعالوا قولولي، في حد قريب منك عنده سيمفونية؟ مش حد عنده في المنصرية. معرفش حد. بس أنا لا ما عندوش السيمفونية. أبو السيمفونية هنلاقيها في الفرن بتاع الفيل. كنت شايف مع أصحابي في المدرسة سيمفونية. ما حدش أنا أعرفه عنده سيمفونية. هي عندي سيمفونية. طب ممكن نفكر احنا ممكن نكون بنستخدم السيمفونية دي في ايه؟ ممكن تستنى السلية في البحر. طلعوا قمح ورجوا كده ولفوا بالبكرة. أنا ما بستخدمهاش أصلا. حاجة للتمرين زي ما نخش نكسي أسناننا ونخش حمام نغسل وشنا. نستخدمها عشان نصور أي حاجة. بنستخدم السيمفونية لما بنيجي نستخدم أي حاجة. وأنا ساعات بفتح عارفاه بلاقي السيمفونية. أنا انبهرت النهاردة علشان خاطر الإجابات اللي قالوها اللمضين اللي معايا. طبعا انتوا في ناس منكم عارفين يعني ايه سيمفونية. السيمفونية بقى معناها العلمي ايه؟ هي باليوناني ليها معنى بس على نصين. النص الأول يعني سم، وده معناه بالعربي يعني معا. أيوة معا. الجزء التاني اللي هو فون يعني صوت. سامعين الصوت ولا مش سامعينه؟ هو ده الاتنين مع بعض يدونا يعني صوت جماعي، يعني كلنا بنغني مع بعض أو كلنا بنعزف مع بعض. فهي دي السيمفونية. والنوع ده من التأليف الموسيقي ظهر في القرن ال18 وبعد كده اتطور ووصل لغاية النوع اللي احنا بنشوفه دلوقتي اللي موجود في حفلات الأوبرا. طبعا في لمضين معايا راحوا حضروا الحفلات دي وفي لمضين لأ، بس أنا محتاجة إن كل اللمضين اللي بيتفرجوا عليا يحاولوا على قد ما يقدروا يتفرجوا على السيمفونيات على اليوتيوب مثلا أو على أي مكان. حاولوا على قد ما تقدروا إن انتوا تسمعوا حاجات كويسة علشان خاطر
الاغاني مش اي حاجة ان انا اسمعها وخلاص، بفكر. في حاجات كويسة بتهدي اعصابك، وانت كلمد انا بخاف على اعصابك يا روحي. لازم تتعلموا كل جديد وكل حاجة حلوة. وطبعا في برنامج اللمضة انا بحاول على قد ما اقدر اجيب لكم كلام تقيل قوي علشان خاطر اعرفكم معانيه بحاجة صغننة خالص، وكل كبير وكل صغير يبقوا مبسوطين وهم بيتفرجوا عليا. يا ريت لو معلومات الحلقة النهاردة عجبتك ما تنساش اللايك والشير، وما ننساش نقول مين احسن لمد معانا النهاردة في الحلقة او اللمضة. باي باي.